أهلا بيكم في كورس جديد بعنوان Network Fundamentals and Concepts الحلقة 0. قبل ما نبدأ إن شاء الله حابب أعرفكم بنفسي الأول. أنا اسمي باسل محمد، شهرتي باسل عريبي، مهندس اتصالات. حصلت على كورسات كتير ولكن تعمقت أكتر في مجال الشبكات وتحديدا السايبر سيكيورتي. يمكن بدأت المجال وأنا عندي 16 سنة، بقالي أكتر من 7 سنين بدرس وبتعلم وبشتغل على نفسي في المجال ده، وإن شاء الله تستفيدوا مني في كورس Network Fundamentals and Concepts وأقدر أفيدكم دايما بإذن الله. يمكن في ناس كتير منكم عارفاني من السوشيال ميديا، لأني في نفس الوقت صانع محتوى بتكلم عن مجال الإيثيكال هاكينج والتكنولوجي بشكل عام. وحاليا أنا مقدم برنامج تكنوفوبيا على منصة اليوتيوب، وإنستراكتور بمنصة يوديمي التعليمية، وإن شاء الله قريبا هكون موجود في جميع المنصات التعليمية، وبإذن الله المنصة الخاصة بيا هتكون نزلت. سجلت الكورس ده عشان ناس كتير طلبت مني إنها عايزة تتعلم وتدخل مجال السايبر سيكيورتي، وإن شاء الله بالخطة اللي أنا بنيتها هقدر أساعد ناس كتير إنها تبدأ مجال السايبر سيكيورتي. خطتنا إن شاء الله هي تأسيس وبعدين تعليم، بمعنى أصح إن الأول أنت محتاج يكون عندك أساسيات في حاجات معينة قبل ما تدخل مجال السايبر سيكيورتي، وده عشان ما يقابلكش مشاكل كتير والموضوع يكون صعب عليك وانت بتتعلم. سجلت كورس اساسيات لينكس والحمد لله الناس كانت متفاعله معاه بشكل كبير، وبشكرهم جدا على حضورهم واهتمامهم في الكورس. ودلوقتي ان شاء الله هنبتدي مع بعض كورس اساسيات الشبكات بعنوان Network Fundamentals and Concepts، اللي مهم جدا 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 انك تتعلم اساسيات شبكات قبل ما تبتدي تدرس سايبر سيكيورتي. ان شاء الله اقدر افيدكم بخبرتي كتير وتستفيدوا مني في كورس Network Fundamentals and Concepts. في الكورس ده ان شاء الله هنغطي كل البيزكس اللي مطلوبه منك كطالب عايز يبدا مجال امن المعلومات. هدفي من الكورس ده قلتها قبل كده في كورس لينكس للبيجنرز، وبرضه هقولها تاني في كورس الشبكات، وهي ان احل مشاكل البدايه اللي بتكون عند اغلب الاشخاص في مجال امن المعلومات، بحيث ان اي طالب نفسه يدخل مجال امن المعلومات ما يكونش عنده اي مشاكل في البيزكس ولا في البروتوكولز ولا في المصطلحات اللي بنقولها في مجال الشبكات بشكل عام. باذن الله هنتعرض لكل ده في جميع الحلقات ان شاء الله، وهنغطي جميع البيزكس اللي هتساعد اي طالب انه يخش مجال السايبر سيكيورتي بشكل عام، او الايثيكال هاكينج او امن المعلومات باذن الله. وكالعاده انا حبيت الصراحه ابدا من تحت الانقاض من البدايه خالص، عشان الناس اللي نفسها تدخل المجال وهي تايهه ومش عارفه تدخل منين. زي مثلا طالب كان بيبعت لي يقول لي انا في اسنان او انا في كليه بيزنس ونفسي ادخل المجال ومش عارف ابدا منين، او طالب بيسالني ايه الاساسيات اللي اتعلمها في الشبكات عشان اعرف ادخل المجال، اخد كورس CCNA ولا نتورك بلس ولا ايه بالظبط. فان شاء الله في الخطه اللي انا بنيتها او في المحتوى اللي هيتم شرحه خلال الكورس هيساعده جدا جدا انه يتعلم جميع اساسيات ومفاهيم الشبكات اللي مطلوبه واللي لازم تكون عارفها لو ناوي تدخل مجال السايبر سيكيورتي او الايثيكال هاكينج. احنا ان شاء الله في كورس نتورك فاندمنتالز اند كونسبتس الشغل بتاعنا هيكون نظري وعملي في نفس الوقت، وده عشان الطالب يفهم ويحفظ ويطبق. انا قلت 3 حاجات دلوقتي وقلتهم بالترتيب وهعيدهم تاني عشان حضرتك تسمعهم كويس. حضرتك محتاج تركز في الكورس علشان الكورس ده اهميته كبيره جدا، لانه بيفتح لك طرق في مجالات كتير، ولما حضرتك هتركز في الكورس هتفهم، ولما حضرتك هتفهم هتوصل لرقم 2 وهو الحفظ. يعني هتوفر على نفسك وقت كبير جدا وموجود على نفسك وقت كبير جدا في انك تقعد تحفظ في كورس الشبكات او في مصطلحات هنقعد نقولها كتير مع بعض. فبالتالي انا محتاج اركز عشان افهم واعرف احفظ، ولما اتاكد اني فهمت وحفظت ابتدي اطبق واوصل لرقم 3 وهو الجزء العملي. فانا محتاج حضرتك تركز في ال3 حاجات اللي انا قلتهم دول، علشان الكورس ده مهم جدا 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 جدا، لانه بيفتح لك طرق في حاجات تانية كتير. ممكن حضرتك تشفت كارير وتكمل في IT، او ممكن تكمل في مجال الشبكات بشكل عام، وطبعا للناس اللي هي هتكمل في مجال السايبر سيكيورتي. في 3 مجالات الكورس ده بيفتح لك طرق ليهم، هم ال3 ان شاء الله. فمحتاج حضرتك تركز في الكورس علشان تشوف انت هتحدد هدفك في انهي طريق فيهم بالظبط. ان شاء الله اقدر افيدكم بخبرتي كتير ومش هطول عليكم اكتر من كده. وبالمناسبه دول الاكونتات بتاعتي على كل بلاتفورمز في المواقع التواصل الاجتماعي، علشان لو حضرتك محتاج تتواصل معانا وفي اي مشكله في الكورس او في اي نقطه مش مفهومه نعيدها لك تاني ونساعد حضرتك باذن الله. وان شاء الله هيكون في حلقه منفصله متاحه للجميع على اليوتيوب هتكلم فيها عن ازاي تمتحن امتحان CCNA او النتورك بلس، للناس اللي عايزه تشفت كارير وتكمل في الشبكات، او للناس اللي عايزه تكمل في مجال IT، وكمان برضو للناس اللي هتكمل سايبر سيكيورتي ومادياتها تسمح ان هي تمتحن امتحان نتورك بلس او CCNA وتاخد الشهاده ان شاء الله. مش هطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا نبتدي مع بعض Network Fundamentals and Concepts الحلقه 0. What will this course cover؟ الكورس ده هيغطي ايه ان شاء الله؟ اول حاجه وبنحب دايما نبتدي بيها في اي حاجه وهي Introduction to Networks. ايه هي الشبكات بشكل عام؟ يعني ايه تعريف الشبكات وليه محتاجين الشبكات في حياتنا؟ ايه الكومبوننتس بتاعت الشبكات؟ ايه انواع الشبكات؟ وايه هي النتورك توبولوجيز؟
وتاني حاجة إن شاء الله هنتكلم عليها في الكورس وهي هتكون نتورك تيرمز. إيه هي مصطلحات الشبكات؟ يعني مثلا لو اتكلمت عن كلمة نتورك ذات نفسه فهو مصطلح عام جدا، يعني ممكن يبقى جهازين ثلاثة في أوفيس أو في أي مكان متصلين ببعض و2 or 3 يوزرز بيعملوا شيرنج ما بينهم، فبنقول على المصطلح ده نتورك. وممكن يبقى آلافات أو ملايين من الأجهزة متصلة لبعضها البعض عن طريق أجهزة مختلفة أو تكنولوجيز مختلفة بسرعات مختلفة، وبرضه بنقول عليها نتورك. فهنحتاج نفرق ما بين المصطلحات المختلفة دي اللي ممكن تتقال على الشبكات، وفي الآخر برضه هي بتدور في محور الشبكات. وتالت حاجة هنتكلم فيها إن شاء الله وهي هتكون نتورك موديلز، الاو اس اي موديل. ودي طبعا من اهم التوبكس اللي حضرتك لازم تكون فاهمها وعارفها طبعا في اساسيات الشبكات بشكل عام. وده طبعا انا باكد عليه تاني لان اي مجال ليه علاقه بالشبكات لازم حضرتك تكون عارف الاو اس اي موديل. طبعا هنشرحهم بالتفاصيل السبع ليرز اللي احنا عارفينهم باذن الله على مدار الحلقات القادمه ان شاء الله. ورابع حاجه هنتكلم فيها وهو البروتوكول. ايه هو البروتوكول وايه البورتات بتاعتهم؟ وده طبعا من تاني اهم توبيك بعد الاو اس اي موديل لازم حضرتك تكون عارفه، طبعا مهم جدا 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 في تاسيسك في كورس الشبكات باذن الله. وخامس حاجه هنتكلم عليها في الكورس وهي النتورك ديفايسز. ايه الاجهزه اللي تخص الشبكات بشكل عام؟ اجهزه الشبكات عباره عن ايه؟ زي الراوتر والفاير وول والخ. ان شاء الله هنشرح كل حاجه بالتفاصيل على مدار الحلقات باذن الله. وسادس حاجه هتكون الايثرنت. تقريبا سمعنا الاسم ده كتير جدا وهنشرحه ان شاء الله بالتفاصيل ايه هو الايثرنت اصلا. وسابع حاجه وهي هتكون الاي بي ادريسنج والسبنتنج. وتامن حاجة هنشرح بروتوكولات مهمة جدا بالتفاصيل وهما بروتوكول الارب والدي ان اس والدي اتش سي بي. طبعا احنا كده كده هنشرح وهنعرف مع بعض اشهر البروتوكولز كلهم واحنا بنشرح التوبيك رقم 4 اللي هو التي سي بي اي بي بروتوكول سويت، ولكن حبيت اعمل حلقة منفصلة لبروتوكول الارب والدي ان اس والدي اتش سي بي بروتوكول لان دول بروتوكولات مهمة جدا ومهم جدا ان حضرتك تكون عارفهم بالتفاصيل ولازم تتعمق فيهم اكتر واكتر واكتر. وتاسع توبيك معانا هو النتورك راوتنج، وطبعا دي من اهم التوبكس اللي في الكورس اللي لازم تتشرح في اي كورس يخص الشبكات عشان ده بيشرح لك المسار الموفينج ما بين الباكت من نتورك لنتورك. ودي طبعا مهمه جدا للناس اللي هتكمل في مجال الشبكات ومهمه لاي حد بيدرس اي حاجه لها علاقه بمجال الشبكات او تخص الشبكات. ان شاء الله هنشرحها بالتفاصيل على مدار الحلقات القادمه اللي جايه باذن الله، وهنعرف مع بعض ايه هم اشهر الراوتنج بروتوكولز وكل حاجه ان شاء الله. والتوبيك رقم 10 هنشرح فيه النتورك ادرس ترانسليشن النات، وكمان هنشرح الاكسس بوينتس ان نتوركينج. وطبعا التوبكس دول من التوبكس المهمين جدا. والتوبيك رقم 11 هنشرح فيه الدي ام زي، وكمان هنشرح البورت نمبر وهنفهم مع بعض ايه هي الديميليترايزد زون ويعني ايه بورت وايه لازمه البورت نمبر والخ. والتوبيك رقم 12 من التوبكس اللي بحبها جدا وهي الفي لان والفي بي ان، وهنفهم مع بعض قد ايه الفي لان والفي بي ان مهمين جدا في حياتنا ان شاء الله. والتوبيك رقم 13 هنتكلم عن الفيرتواليزيشن اند فيرتوال ماشين. اعتقد ناس كتير منكم سمعت المصطلحات دي قبل كده وتعرضت لهم كتير، لكن هنشرحهم بالتفاصيل خلال دراستنا لكورس اساسيات الشبكات ان شاء الله. واخر حاجه هتكون introduction to wireless networking، وطبعا اكيد هيكون في لابات عشان حضرتك تفهم الدنيا اكتر ان شاء الله. اهم حاجه بقى ويمكن يكون اغلبيتكم قاعد مستني السؤال ده وهو requirements. انا محتاج ايه عشان ابتدي اتعلم؟ الناس كلها بتقعد تقول انا محتاج جهاز خارق وجهاز سوبر هيرو عشان ابتدي اتعلم. لا، اثناء التعلم احنا بنحتاج جهاز بسيط جدا علشان نعرف نتعلم. امال امتى بنحتاج الجهاز السوبر هيرو ده؟ او مش لازم برضه سوبر هيرو، على حسب انت هتشتغل ايه. بتحتاجه بس في شغلك عشان ينجز لك شغلك ويبقى سريع معاك، ولكن احنا مش محتاجين في الكورس او اثناء التعلم بشكل عام غير كمبيوتر يكون متوصل بانترنت ويكون كمبيوتر بسيط، يعني مش محتاجين كمبيوتر سوبر هيرو. طبعا اكيد هيكون متوصل بانترنت لان ده كورس الشبكات، حاجه بديهيه جدا يعني. طيب ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نكون محملينها عندنا على الكمبيوتر عشان نشتغل براكتيكال؟ محتاجين نحمل الحاجات دي في ام وير، ومحتاجين نحمل يا اما ويندوز 7 يا 8 يا 10 ويكون ايزو فايل علشان ننزله على الفي ام وير كويندوز وهمي. طيب وتالت حاجه محتاجينها وهو الويندوز سيرفر 2019، هنشتغل ان شاء الله على 2019 وبرده هتلاقيه برده ايزو فايل وحمله. بس خلي بال حضرتك من حاجه ان ده حجمه بيكون 5 جيجا. احنا هنشوف دلوقتي ازاي نسطبهم، ولكن ازاي نحملهم الموضوع سهل جدا من على جوجل بتحملهم. انا كده كده هكون مدي لحضرتك لينك درايف هيكون عليه الفي ام وير وهيكون عليه الواير شارك تول. وهنا بقى دي التول المهمه اللي كله قاعد دلوقتي بيبص، طب انا عارف الفي ام وير وعارف الويندوز وعارف الويندوز سيرفر، اجي عند الواير شارك واستوب ايه دي بقى يا باسل؟ هنحتاجها في ايه؟
طيب احنا كده كده هنشرح اداة الواير شارك على مدار الحلقات باذن الله بالتفاصيل اكتر، ولكن هديكم كده سريعا كلمتين عنها يعني عشان برضو الناس ما تتوهش وتبقى فاهمه ايه هي الواير شارك. مبدئيا الواير شارك هي تول بنستخدمها في تحليل البيانات او الباكت اللي بتتبعت بين الاجهزه عشان نشوف المحتوى اللي موجود جوه اي بروتوكول. فهتنزله من جوجل وتقدر تحمله فري وبيشتغل على اوبريتنج سيستم مختلفه. في الكورس انا مش هشغل برنامج الواير شارك عشان استخدم اي بروتوكول واقرا البيانات اللي بتتبعت بالبروتوكول، لا انا مش هعمل كده. امال هتعمل ايه يا باسل؟ لو احنا هننزل الواير شارك عشان نسيبه؟ لا احنا هنستخدمه بس مش هنستخدمه في الاستخدام ده. امال هنستخدمه في انهي استخدام بقى؟ انا هعمل سيرش في جوجل عن الملفات اللي ممكن اشغلها في برنامج الواير شارك اللي هي بيسموها البي كاب. دي ملفات عبارة عن سيمبل اكزامبلز لمجموعة من البروتوكولز بتشتغل عندي في برنامج الواير شارك، وبالتالي هنستخدمها في التطبيق من غير ما نحتاج اننا نستخدم اي بروتوكول. يعني على سبيل المثال انا حابب ان استخدم او استعرض بروتوكول الارم، فلو رحت للموقع ده هلاقي فيه ملف جاهز بيحتوي على مجموعة من الباكت او البيانات، فهقدر اني استخدمها واشوف ايه محتوى البروتوكول وايه مهمته. لا يا باسل انا حاسس ان انا تهت منك، ما تقلقش من اي حاجه، ان شاء الله لما نوصل لجزئيه الواير شارك هنشرح الموضوع بتفاصيل اكتر من كده وباذن الله هتكون وضحت للجميع. كل اللي مطلوب من حضرتك بس دلوقتي انك تنزل ويندوز 7 يا 8 يا 10 ايزو فايل علشان ننزله وهمي على الفي ام وير، ونفس الكلام لويندوز سيرفر 2019. لكن انا هكون مديك لينك درايف في الفي ام وير وفي الواير شارك تول مع البي كاب اللي انا لسه شارحه من شويه في الموقع الغريب اللي انا كنت لسه فاتحه ده، عشان ما حدش بس يتوه جوه او يتوه مني. باذن الله انا هكون جايب لكم كل حاجه في فولدرز علشان الموضوع يكون بسيط معاك وما يكونش فيه اي صعوبه وفيه اي حاجه. دلوقتي احنا هنعمل ايه مع بعض؟ هنتعلم ازاي نعمل سيت اب لويندوز على الفي ام وير، وازاي نعمل سيت اب برضه لويندوز سيرفر 2019 على الفي ام وير، بحيث لما نيجي نبتدي شرح وشغل باذن الله تكون الامور واضحه من اول الحلقه زيرو كده والدنيا كلها واضحه باذن الله. يلا بينا. بعد ما حضرتك هتكون نزلت الفي ام وير من اللينك اللي انا هبعته لحضرتك ان شاء الله، حضرتك هتعمل له سيت اب بشكل طبيعي عادي جدا زيه زي اي برنامج، طريقه تسطيبه سهله جدا. بعد كده هتفتحه وهيظهر لك الهوم بيج. احنا شغالين ان شاء الله على ورك ستيشن برو 17. عندنا الثلاث خيارات دول، مش هنتعرض غير للخيارين دول بس اثناء الكورس ان شاء الله. كرييت هو انك هتعمل كرييت لفيرتشوال ماشين جديده، انما اوبن ا فيرتشوال ماشين باينه طبعا من معناها ان حضرتك خلاص عملت كرييت للفيرتشوال ماشين وعايز تفتحها فبتدوس على اوبن فيرتشوال ماشين. طيب احنا هنختار دلوقتي كرييت ا نيو فيرتشوال ماشين. دلوقتي هو هيسالك ايه الكونفيجريشن اللي انت عايزه، هل عايزه هو اللي يظبط لك الكونفيجريشن اوتوماتيك ولا انت اللي هتعمل بنفسك الكونفيجريشن؟ احنا هنختار كاستم ونحب ان احنا اللي نظبط الكونفيجريشن لنفسنا، انا بفضل دايما كاستم الصراحه، وهندوس نيكست. هنا هتلاقيه بيقول لك الهاردوير ورك ستيشن 17.5 دوت اكس، سيبها زي ما هي ما تغيرهاش ودوس نيكست. بعدين هنا هنختار I will install the operating system later علشان احنا بنحب ان احنا نعمل configuration للفي ام وير لوحده وبعد كده configuration للاوبريتنج سيستم اللي احنا هنحطه على الفيرتشوال ماشين ان شاء الله لوحده برضه. فمش هنختار الايزو اللي احنا نزلناه دلوقتي، لا احنا هنعمل I will install the operating system later بعدين هندوس next. هنا هتلاقيه بيقول لك انت عايز تنزل انهي اوبريتنج سيستم، ويندوز ولا لينكس ولا عايز تنزل ايه؟ فاحنا عايزين ننزل مايكروسوفت ويندوز. انا عن نفسي هنزل ويندوز 10 ان شاء الله لان هو ده الايزو اللي انا هستخدمه عندي. طبعا في ناس هتكون عايزه تنزل 7، في ناس هتبقى عايزه تنزل 8، في ناس هتبقى عايزه تنزل 10، دي حريه شخصيه اكيد. انا هنزل 10 ان شاء الله. بعد كده هدوس نيكست. هنا هتلاقيه بيقول لك انت عايز تسميه ايه؟ انا هسيبه زي ما هو الاسم الافتراضي اللي هو مسميه لي ده اللي هو ويندوز 10 2. وهنا بقى دي اهم حاجه اللي هو اللوكيشن. هنا هو في ناس طبعا بتدوس نيكست على طول وما تاخدش بالها من حاجه. هنا بيقول لك ان انت هتسطبه على السي. طب الاول اشوف لنفسي الاول السي عندي اصلا فيها مساحه ان انا اسطب عليها ويندوز ولا لا. لو مفيش مساحه هختار براوس واشوف حاجه تانية طبعا او اي مكان تاني، بس انا هسيبه على السي لان انا عندي مساحه. بعد كده هدوس نيكست. بعد كده يقول لك الفريم وير تايب ايه، انا هسيبه زي ما هو بايوس وهدوس نيكست وهدوس نيكست. بعدين هنا كده بيسالني انت عايز تظبط الرامات ازاي. على حسب امكانيات جهازك حضرتك بتظبط الرامات. المينيمم بتاعك يكون 2 جيجا بايت، في ناس ممكن تكون 1 جيجا بايت على حسب بقى امكانياتها وعلى حسب هي بتنزل انهي اوبريتنج سيستم. هو اختار لي المينيمم بتاعي 4 جيجا بايت عشان انا بنزل ويندوز 10 وكده. انا ممكن ازود كمان عن كده بحيث ان انا ايه سرعه الانستريشن بتاعي تنجز وتبقى اسهل واسرع على طول باذن الله. بس انا هدوس نيكست على 4 جيجا بايت وكويس جدا عليها يعني. بعد كده هنا بيقول لك النتورك كونكشن انت عايزها تكون عامله ازاي. اول تو اوبشنز دول معناه ان الفيرتشوال ماشين هتاخد بالها من النت اللي انت حاطه، واثناء تنزيلك لويندوز 10 هو بيحتاج نت طبعا وهو بينزل ساعات، فهسيبها زي ما هي الصراحه وهدوس نيكست. بعد كده هدوس نيكست. دي شويه بقى طبعا كونفيجريشن للهاردوير مش محتاجينها يعني. بعد كده هنا هيقول لك كرييت ا نيو فيرتشوال ديسك هتدوس نيكست. بعدين هنا بيقول لك انت عايز حجمه هيكون ايه. انا هسيبه زي ما هو 60 جيجا او ممكن نخليه 80 يعني، شوف انت حضرتك هتبقى عايز ايه. هدوس نيكست. نيكست.
بعد كده دي كل الكونفيجريشن اللي احنا لسه مظبطينها سوا، وهندوس فينش. فزي ما حضرتك شايف كده دي الفيرتشوال ماشين الجديده. وافرض بعد ما حضرتك ما دوست فينش عايز تعدل شويه حاجات تاني في الميموري او في البروسيسور او في الهارد ديسك او في اي حاجه من الحاجات دي، هتدوس على edit virtual machine settings. هيفتح لك الصفحه دي وبيقول لك لو انت حابب تعدل اي حاجه ممكن تعدل. طبعا من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نعدلها دلوقتي هو ان احنا نحط الايزو، عشان احنا قلنا له من شويه ان احنا مش عايزين نعمله دلوقتي. فهندوس على سي دي في دي وهنختار يوز ايزو ايمج وبعدين براوز، ونشوف مكان الايزو اللي احنا نزلناه علشان نحطه ونعمل له سيت. بعدين هندوس اوكي. بعدين هنعمل باور اون ذا فيرتشوال ماشين عشان نبتدي نسطب ويندوز 10 بقى بتاعنا على الفيرتشوال ماشين. فهو هيفتح ويندوز 10 الايزو عادي جدا اكنك بتنزل ويندوز على كمبيوتر عادي جدا، ولكن الفرق ان احنا بننزله وهمي دلوقتي. طبعا هنا بيقول لك اختار اللغه، فاحنا هنسيبها انجلش زي ما هي وهندوس نيكست. بعد كده انستول ناو. طبعا هنا بيقول لك دخل السيريال نمبر واحنا مش معانا السيريال نمبر، فهندوس اي دونت هاف ا برودكت كي. هنا هيقول لك اختار النسخه اللي انت عايزها طبعا على حسب طبعا الايزو اللي انت نزلته. يعني انا مثلا هسيبها واقوم زي ما هي 86، ادوس نيكست. اي اكسبت. نيكست. كاستم. بعدين هو ده البارتيشن اللي احنا لسه عاملينه من شويه اللي هو كان ال 60 جيجا، فهندوس عليه نيكست. هنا هيبتدي طبعا يعمل انستول بقى للويندوز. فبعد ما يخلص معاك هتلاقي طبعا ان الويندوز نزل وهتقدر ان انت تعمل له باور اون زي ما هنبتدي نشوف ان شاء الله في البراكتيكال على مدار الحلقات باذن الله. فهروح دلوقتي للجزء الثاني وهو ازاي ان احنا ننزل الويندوز سيرفر علشان نظبطه برده زي ما عملنا كده ويندوز 10 ان شاء الله. يلا بينا. طيب دلوقتي هنشوف ازاي هننزل ويندوز سيرفر 2019 على الفي ام وير برضه. نفس الكلام بالظبط، هندوس كرييت ا نيو فيرتشوال ماشين. نيكست كاستم برضه زي ما اتفقنا نيكست. بعدين هيقول انستول اوبريتنج سيستم ليتر برضه نيكست. طب انت هتنزل ايه؟ مايكروسوفت ويندوز. طب انت عايز تنزل ايه؟ انا عايز انزل ويندوز سيرفر 2019 نيكست. سيب اسمه زي ما هو، لو عندك مساحة على السي تمام، ما عندكش شوف بارتيشن تاني. بعد كده دوس نيكست. هنخليه برضو بايوس وهندوس نيكست. هنا هنظبط البروسيسورز ودي قلنا هي بتعتمد على الفيزيكال اكتر، فهنسيبها زي ما هي نيكست. بعد كده شوف انت الرامات عايز تظبطها ازاي. انا هخليها 4 جيجا برضو عشان الانستوليشن زي ما اتفقنا يبقى سريع. وادوس نيكست. ونفس الكلام احنا خلاص قلنا يعني ايه نتورك كونكشن. نيكست. نيكست. بعدين نيكست. وهنسيبه برضو 60 جيجا او ممكن تخليه 80 زي ما اتفقنا. وبعد كده نيكست. بعدين نيكست. بعدين دي الكونفيجريشن اللي احنا لسه عاملينها. وبعد كده فينش. دي كده اللي هتكون الفيرتشوال ماشين الجديده واللي هي اللي هتكون ويندوز سيرفر 2019. هندوس على ايديت فيرتشوال ماشين سيتنجز. بعد كده هنختار سي دي دي في دي وهندوس على يوز ايزو ايمج ونشوف مكان الايزو بتاع ويندوز سيرفر 2019 اللي احنا نزلناه فين ونختاره. وبعد كده ندوس اوكي. بعد كده باور اون ذا فيرتشوال ماشين. هيفضل يحمل برضو كده شويه عشان برضو نشوف هنسطب الويندوز سيرفر ازاي. هنا هتختار اللغه فهنسيبها برضو زي ما هي وهندوس نيكست. انستول ناو. دي اهم خطوه بقى في تنزيل ويندوز سيرفر 2019. وليه دي اهم خطوه في تنزيل الويندوز سيرفر؟ لان لو لاول مره حضرتك بتنزل فيها الويندوز سيرفر مش هتبقى عارف الفرق ما بين الكور اديشن والديسك توب اديشن. الفرق ما بين الكور اديشن والديسك توب اديشن زي الفرق ما بين لينكس والويندوز العادي. اللينكس بيكون معتمد اكتر على التيرمينال وتنفيذ الاوامر عليه علشان نعرف نتعامل معاه، انما الويندوز بيكون بسيط وبيكون استخداماته سهله جدا ومعتمد على الماوس عشان طبعا الجي يو اي بتاعه. فهنا هو بيقول لك ان انت عندك 4 فيرجنز، منهم 2 هيكونوا كور اديشن و2 هيكونوا ديسكتوب اديشن. طبعا احنا هنستخدم ديسكتوب اديشن عشان الدنيا تكون بسيطه معانا، فهنختار تاني فيرجن. انما الاول فيرجن وتالت فيرجن دول كده بيكونوا كور اديشن، فمعتمدين طبعا اكتر على الكوماندز زي ما اتفقنا من شويه. انما الاثنين دول بيكونوا ديسكتوب اديشن، فاحنا هنستخدم ان شاء الله الستاندرد ايفالويشن. ان شاء الله هنستخدم الفيرجن ده باذن الله. فهندوس نيكست. بعد كده اي اكسبت. نيكست. كاستم. برضو نفس الكلام هندوس على البارتيشن اللي احنا لسه عاملينه. هيبتدي طبعا يحمل معاك يتسطب يعني ان شاء الله. ولما ينزل مع حضرتك هتقدر تعمل له باور اون عادي جدا زيه زي الويندوز اللي لسه منزلينه من شويه على الفي ام وير، وان شاء الله هنتدرب عليه باذن الله اثناء البراكتيكال باذن الله. فهنرجع له تاني اثناء البراكتيكال لما يكون اتسطب مع حضرتك ونزل باذن الله. طيب احنا كده خلصنا. اشوفكم في حلقه جديده من كورس نتورك فاندمنتال اند كونسبتس.